كارثة كبيرة هيتعرض لها البحر الأبيض المتوسط، وبدايتها كان زلزال. من الواضح كده إن زلزال تركيا وسوريا في فبراير هيتكرر تاني قريب، واللي راح ضحيته ضحايا كتير عددهم كان أكتر من 45,000 شخص. سكان البحر الأبيض دلوقتي في حالة من الرعب من تجربة زلزال تركيا مرة تانية، واللي هيكون بداية كارثة كبيرة جديدة هتضرب دول البحر المتوسط. يا ترى إيه سبب الكارثة الكبيرة دي؟ وهل سكان البحر المتوسط هيقدروا إنهم ينجوا من الكارثة دي؟ الكارثة الكبيرة اللي هتحصل دي سببها هو بركان تحت المية في البحر المتوسط، والبركان ده خلاص على استعداد إنه ينفجر وفي طريقه لتدمير أوروبا والشرق الأوسط، وعواقبه هتأثر بشكل كبير على باقي العالم كله. وده اللي أكدت عليه واحدة من الصحف الروسية. والبركان ده معروف باسمه بركان كولومبو، ومكانه موجود على بعد 7 كيلومتر من جزيرة سانتوريني اليونانية. والبركان ده كان دايماً بيثير اهتمام العلماء والباحثين في معهد لندن وجامعة أوريغون الأمريكية أكدوا على وجود غرفة صهارة ضخمة جداً. وكمان بتغلي في الوقت ده، وده معناه إنه قريب قوي هيكون في انفجار كبير، واللي وصفوه بالوحش تحت المية في الانفجار. وحالياً العالم كله خايف من البركان والكارثة اللي هتحصل وهتتسبب في أذية العالم كله بعد زلزال تركيا وسوريا واللي حصل في الفترة الأخيرة، ونتج عنه عواقب وكوارث كتير في بعض البلدان، واللي راح ضحيته ناس كتير مصابين سواء من سوريا أو من تركيا. ده غير إن عواقبه أثرت على بلاد تانية مش بس سوريا وتركيا. وبعدها ضرب روسيا زلزال قوته 6 درجات. لكن بركان كولومبو هيكون أقوى بكتير، وهيروح ضحيته أعداد كبيرة قوي، وهيتسبب في كوارث كتير في العالم كله. وقت زلزال تركيا قدروا إنهم ينقذوا أعداد كبيرة وآلاف من الناس تحت الأنقاض على الرغم من وجود ضحايا كتير. لكن هل بعد بركان كولومبو هيكون في فرصة لإنقاذ أرواح الناس في البلاد؟ ولا أعداد الضحايا هتزيد؟